بغيتي عجينة ديال الصابلي بحال المحلات الكبرى الجديدة وما تشبعيش منها؟ اجي جربي معايا هادي. عندي 100 غرام ديال الزبدة مزيانة الحيوانية، 50 غرام ديال السكر سنيدة، قبصة ديال الملحة، وواحد البيضة. الزبدة تكون بحرارة المطبخ، ولا كانت عندك في الثلاجة دوريها الدورة وحدة في ميكرووند. غادي نحركهم حتى نحصلوا على كريمة بهذا الشكل. غادي نقسموها باش ما بغيتو. انا هنا درت معلقة ديال عجينة ديال زبدة سبيكولوس. ديروا اي مذاق بغيتو. بنات اللي في المغرب دوك المحلات اللي كيبيعوا المستلزمات الحلويات كيبيعوا بزاف حلو، المذاق الناطا، بيستاش، ليمون، حامض. المهم ديروا اللي عجبكم، ولا ديروا لاباط بيستاش هنايا اللي عجبكم اللي عجبكم، كتجي زوينه. اصلا غير ديك الزبده المزيانه راه كتعطيها مذاق واعر. غادي نزيد عليها هنايا 220 غرام ديال الدقيق اللي بطبيعه الحال ضروري يتغربل. هنا في الاول بديت بلا سباتول حتى كنبدا كندخلو شويه بشويه، ومن بعد غادي ندوز بيدي. ما كيتسدلكش ليك لا، ولكن كنجمعو بالصبعان ديالنا، غير بالصبعان. عجينه ناجحه وكتجي بنينه ما تشبعوش منها. كما قلت لكم بحال المحلات الصابلي ديال المحلات، يعني ماشي الصابلي اللي كيتباع في هذا. وهنايا بحال الصابلي ديال لي مارك الكبار، ديال لي بتي لو، ديال بون مامون، شي حاجه واعره. صافي غادي نكمل كما قلت لكم، ندخل ديك 220 غرام ديال الدقيق. اسمحوا لي، وغادي نخلطها غير بالصباح. فوالا. هنا غادي غادي ندخلها نديرها في فيلم اليمونتير، ونخليها ضروري في الثلاجه. ممكن توجدوها ليله قبل، ممكن توجدوها يومين 3 ايام، ما كيطرى لها حتى شي حاجه، تبقى في الثلاجه. وممكن ديروها في كونجيلاتور حتى سيمانه، راه ما كيطرى لها كما قلت لكم حتى شي حاجه. هنايا جبتها فرقتها على جوج، وغادي نبدا كنطلقها ما بين جوج ورقات ديال بابي كويسون. ممكن ديروا تطلقوها ما بين جوج ديال الميكات، ممكن ما كنديرش انا الطحين. صافي غادي نطلقوها هكا كما كتشوفوا حتى السمك كيكون مرقيق ما غليظ. وبالنسبه لي زامبورط بيس ما كنديوش نجيبو، كنحطو لامبورط بيس كنبركو عليه في البلاصه ديك ديو جيب، كتعوج لنا كديفورمي العجينه. صافي هنايا كنحيد الاشكال ديالي. ديروا الشكيلات اللي بغيتو، نحطوهم في اللاطه ديالنا، ندخلوهم الفران على درجه حراره 170 درجه. انا درت الفرفاره. كتبغيوها بيضه تخليوها بيضه، كتبغيوها هكا مذهبه ها هي كتجي مذهبه. خليت لكم هنايا لي زامبورط بيس مع الكاطو باش تشوفوا انهم ما كيديفورما، ما كيطرالو حتى شي حاجه. شوفوا هانتوما. والمذاق راه ما نقولش لكم. بالنسبه للزين زينو باش ما بغيتو، كيبقى لكم الاختيار. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها، ونتلاقاو في وصفات جديده، ونقول لكم السلام عليكم.